فيديو النهاردة هيكون عن ازاي نسعر منتجاتنا صح، بطريقة ما نكونش فيها بنظلم نفسنا او بنبيع بخسارة، بس في نفس الوقت نكون فير مع الكاستمرز بتوعنا او العملاء بتوعنا، وما نكونش بنظلمهم قوي في السعر. فتعالوا نعرف الطريقة من النهاردة، وهنتكلم مبدئيا كده عن الشمع الاول. مش هحط اي نوع تاني من انواع الهاند ميد زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، هنركز بس المرة دي في الشمع. ازاي نحسب تكلفة الشمع نفسها علشان نعرف نسعر صح؟ النهاردة هنتكلم عن ازاي احسب تكلفة الشمع لو كانت قالب، وازاي احسبها لو كانت في كوباية زي الشكل ده والشكل ده. وبصراحة معظم الاسئلة اللي جاتلي عن الموضوع ده ان احنا مش عارفين نحسب تكلفة الشمع نفسها بالخطوات. طبعا انا بحب دايما لما بنعمل الفيديوهات بتاعة التسعير ان انا اجيب ورقة وقلم، علشان لو عايزين ان انتوا تاخدوا الكلام اللي انا هكتبه سكرين شوت يبقى الموضوع سهل بالنسبة لكم. اوكي، شايفين كده ورقة نظيفة؟ طبعا احنا هنبتدي بشمع الكوبايات. علشان احسب التكلفة بتاع شمع الكوبايات لازم اكتب كل حاجة صرفتها في الكوباية. بمعنى انا مثلا الكوباية دي اشتريتها، فهكتب كوباية، ولنفرض مثلا ان انا جبتها ب20 جنيه. خلاص. آم، هعمل لكم زوم اكتر عشان تبقوا شايفين. كوباية 20 جنيه. ايه تاني؟ فتيل، سواء كان شمع فتيل اللي هو القماش او فتيل الخشب، ولنفرض مثلا ان انا اشتريته ب2 جنيه. اكيد طبعا الشمع انا مثلا الكيلو الشمع عندي كيلو، نفرض مثلا عندي في مصر ب200 جنيه. انا مش عارفه طبعا انتوا الشمع هتستعملوه ايه، انا بتكلم عامه. انا نفرض كيلو الشمع ب200 جنيه. انا مثلا الشمعة دي عبارة عن 150 جرام بس من الشمع، يعني 150 جرام بس. الكيلو معروف ان هو عبارة عن 1000 جرام. تمام. فانا هنا عشان احسب تكلفة ال150 جرام بعمل ايه؟ فاكرين بتاعت زمان الطرفين في الوسطين؟ هنعمل كده، يعني هنضرب ال150 في ال200 ونقسمهم على الايه؟ على ال1000، علشان اطلع السعر بتاع 150 جرام. وده بالنسبة لأي نوع من أنواع الشمع. أنا عشان أحسب تكلفة الشمع بضرب عدد الجرامات بتاعتي في السعر وبقسمه على ال1000. تمام. موضوع سهل جدا يا جماعة، ما تتلخبطوش. بكل بساطة هنعملها سوا. 150 هنضربها في ال200 هنقسمهم على ال1000. شايفين سهلة ازاي؟ موضوع سهل جدا، يعني هيكلفني 30 جنيه. تمام. طبعا ده بيتغير على حسب زي ما قلت لكم سعر الشمع بتاعكم، وعلى حسب الكوبايه خدت مننا كام جرام. فطلع لي كام؟ طلع لي 30 جنيه. هنعمل ايه تاني؟ انا طبعا هنا استعملت الزيت العطري. الزيت العطري واحنا بنشتريه بالجرامات. فانا بشوف مثلا انا استعملت 10% زيت عطري. 10% زيت عطري يعني كام؟ يعني 10% من وزن الشمعة. يعني أنا هنعمل 150 مضروبة ب0.10. طلع لي كام؟ أنا استعملت هنا 15 جرام زيت عطري. هشوف الزيوت العطرية أنا شارياها بكام، الزيت العطري أنا جايباه بكام. ولنفرض مثلا إن الجرام ب2 جنيه، فهضرب ال15 في الاتنين هيطلع لي كام؟ 30. تمام. هيبقى 30 جنيه للزيت العطري. هل في حاجة تانية هنا صرفتها تاني في الشمع؟ صرفت اللوجو بتاعي، وصرفت الستيكر اللي بحطه تحت. قولوا مثلا انا على حسب بقى الستيكر كام، يعني احنا هنكتب ستيكر. قولوا مثلا صرفت فيه 2 جنيه. خلاص. الستيكر اللي من تحت صرفت فيه نص جنيه. انا بقول ارقام يعني على حسب انتوا بقى اشتريتوها بكام، انا بقول ارقام كده يعني امثله. اوكي. خلاص. تمام. هل انا هحط الشمعة في علبة؟ هحطها في صندوق مثلا صغير.
او في علبة. الصندوق ده مثلا كلفني 5 جنيه. موضوع سهل بقى جدا. هناخد الكالكوليتر ونحسب كل اللي احنا حطيناه في الشمع. بمعنى الكوباية الكوباية بلس الفتيل بلس الشمع بلس الزيت العطري بلس الستيكرز بلس العلبة. ده كل اللي انا صرفته عشان اعمل الشمعة دي. 89 ونص. هنراوند اب، هنقول مثلا 90 جنيه. التوتال بتاعي طلع 90 جنيه. 90 جنيه دي هاخدها وازود عليها الارباح بتاعتي. التوتال ده هناخده ونضرب فيه الارباح بتاعنا على حسب بقى احنا عايزين نسبة الارباح بتاعتنا كام. المارجن بتاعي ممكن نخليه 20، ممكن اخليه 40، ممكن اخليه 50، ممكن اكتر، ممكن يوصل ل100% زي ما انا عايزه. انا بحدد المارجن على اساس ايه. الموضوع ده اتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديو اللي فات. اتكلمنا على 3 انواع تحديد المارجنز، فادخلوا اتفرجوا عليه. ولنفترض مثلا ان احنا في الشمعة دي هنعمل ان احنا الارباح بتاعنا 50%. هحسبها برضو بنفس الطريقة. 90 في 0.50 هيطلع لي 45. يعني انا هبيع الشمعة بكام؟ 135. ممكن ازود عن الرقم ده وممكن اقلل على حسب انا عايزه ايه. وطبعا انا ده ملوش علاقه بالتوصيل. السعر بتاع التوصيل بتحدده شركه الشحن، ودي حاجه بين الشركه والعميل، انا ماليش دعوه بيها خالص. فانا ما ينفعش ان انا اخد التوصيل من الفلوس بتاعتي. تمام. دايما بقوم عامله 135، ولما حد من العملاء بيسالني بقول له السعر 135 بلس او زايد مصاريف الشحن. تمام. اوعوا تاخدوا من الربح بتاعكم وتحطوه في التوصيل او في الدليفري، يعني مش هيبقى فير. يعني فاهمين قصدي ايه؟ لازم يبقى عندكم البرسنتج بتاعتكم ثابته throughout البيزنس. ده بالنسبه لشمعة الكوبايات. طيب انا عندي مثلا شمعة زي دي، اوكي، شمعة القوالب، وزي ما انتوا شايفين انا عامله فيها لون. دي حاجه مهمه جدا، عامله لون وعامله فيها عطر وطبعا الفتيل بتاعي. فانا هحسبها بقى ازاي. لو كانت شمع القوالب يبقى هنا شمع كوبايات. خلاص، شمع كوبايات. يا جماعه محدش يتريق على خطي، هم بحب كده اكتب عربي، بيفكرني بايام زمان. دلوقتي كل حاجه بقت بالانجلش، مش عارفه ليه. ما علينا. المهم على الشمع بقى الايه، القوالب. اوكي. القالب انا عملت فيه ايه؟ اكيد اشتريت قالب. الشمع، الفتيل، اللون. اوكي. الشمع، الفتيل، اللون، ولو حاطه كمان الزيت العطري. خلاص، دي كل الحاجات اللي انا استخدمتها عشان اعمل الشمعة الجميلة المميزة دي. طيب هقول مثلا القالب انا اقول اشتريته ب50 جنيه، مع ان مفيش قوالب دلوقتي ب50 جنيه، قولي 150. خلاص. الشمع مثلا دي قولوا كام؟ تقريبا هي كمان هتلاقوها 150 جرام. استنوا كده، كل حاجة جنبنا متقلقوش. شايفين؟ ها يعني نشوف خدت مننا كام. 247. اوكي، قولوا 250 جرام شمع. اوكي، يعني هنا الشمع 250 جرام. فرضنا مثلا ان انا اشتريته بكام؟ قولوا اشتريته ب 500. انا طبعا بحط ارقام اعتباطي. ها، فهنضرب ال 250 في 500 ونقسمهم على ال1000 زي ما عملنا في هنا بالظبط. نقسمهم على ال1000 هيطلع لنا 125. يبقى انا صرفت في الشمعة دي فلوس هنا 125 جنيه. بينها 125 جنيه. يبقى القالب ب150، الشمعة ب125، الفتيل زي ما حسبناه هنا ب2 جنيه. اللون بقى، الوان المايكا مثلا بتشتريها بحوالي 50 جنيه، في حوالي 25 جنيه
وبتبقى كمية صغيرة. وفي ألوان تانية اللي هي الألوان الشمعية بتبقى أغلى شوية من ألوان المايكا لأن هي بتبقى أكتر. طب أنا بحسب اللون على أساس إيه؟ أنا بعامله بصراحة معاملة الفتيل. يعني أنا الفتيل لو حطيت فيه 2 جنيه أو جنيه أو نص جنيه أو كده، أنا بحط اللون بنفس السعر الفتيل. هنفترض مثلا إن احنا إيه، مادام حطينا الفتيل 2 جنيه، هحط اللون بنفس سعره. انتوا بقى شوفوا، انت اشتريتي الفتيل بجنيه او انت اشتريت الفتيل بجنيه هتحط اللون بجنيه، اشتريت الفتيل بنص جنيه هتحط اللون بنص جنيه، على حسب. انا بعامله معاملة الفتيل. طيب الزيت العطري، الزيت العطري انا هنا 250 جرام من الشمع، صرفت مثلا كام في الزيت العطري؟ 10 برضو في المية. 10% يعني 25، يعني مش محتاجة اعمل، يعني 250 في 0.10 يعني 25 زيت عطري. وللزيت العطري الجرام ب2 جنيه، فهنضربها في 2، فكده الزيت العطري 50 جنيه. تمام، كده صرفنا في الزيت العطري 50 جنيه. هل في حاجة تانية؟ لا، هي دي كل اللي انا صرفته في الشمع، هنجمعها كلها. بس في حاجة هنا، انا القالب ده مش هستعمله مرة وارميه، القالب ده انا بستعمله اكتر من مرة واكتر من شمع. ممكن القالب الواحد يعمل لي 100 شمعة ومرتاح كمان، ممكن اكتر. فهل انا بصرف 150 على الشمعة الواحدة؟ لا. القالب في نوعين، في ناس بتقوم حاطة 2 جنيه بتعاملوا معاملة الفتيل على كل قالب، وفي ناس بتقول لا، انا بدل ما استعمله لاكتر من قالب فمش شرط ان انا احط الفلوس، الفلوس في الاخر هتتخصم من الارباح بتاعتي. تمام، ودي طريقة تانية. الطريقة اللي تريحكم اعملوها. لو هتحسبوها معاملة الفتيل وتعمليها 2 جنيه على كل قالب، اوكي. لو مش هتحسبوها خالص وتعتبروا ان هي يعني هتتغطى بالارباح، ممكن برضو براحتكم. تمام، فانا هحسبها مثلا في المثال اللي عندي ده، هحسبها معاملة الفتيل، فهتبقى 2 و2 4 و2 6، 56 و125، يعني كام؟ 56، يعني 181. ده المصاريف اللي انا صرفتها على القالب ده. هل هبيعه بكام؟ هشوف بقى، هضربه في الربح بتاعي، ولنفرض المرة دي 0.40، اوكي، فهتبقى 72 جنيه. فهبيع الشمعة دي بكام؟ هبيعها ب250. اوكي، تمام. بس هو ده طريقة ان انا احدد السعر بتاع الشمع، سواء كان في الكوباية او في القالب. موضوع سهل وبسيط جدا. الفيديو اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت بجد مهم جدا، ويعتبر من اهم الفيديوهات اللي اتعملت عشان تفهموا بالظبط ازاي بنسعر. فاتمنى ان انتوا تشوفوه برضو بعد ما تشوفوا الفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي يا حلوين.